قالش كده يا جماعه، قال الجماهير الطبيعيه، وكانت الصوره حتى على القطس قال الجماهير الطبيعيه اللي بتشجع بطبيعيه، ما قصدش حد بعينه عشان يبقى الكلام واضح ومعروف. معلش اسراء كتبتها كده بشكل تاني خالص. لا انا بقول انه الجمهور اللي كان موجود لما هيرجع الملاعب هو الاغلبيه بالظبط. المدرجات هتتظبط فيها مين بقى؟ بالظبط. فيها شويه قطر صغيرين ماشي موجودين بكثافه، اهلا وسهلا بالظبط، مفيش مشكله، لكن يرجع الجمهور بطبيعه الجمهور، الشكل اللي احنا شفناه الاسره اعرضه لنا تاني. الاسره اللي كانت بتروح الملاعب من غير ما يكون معاها راجل، بالظبط، ده الجمهور اللي كان محل الملاعب، اللي كان مديله الاحترام، مش كده؟ بالظبط. لكن ما يرجع وكله يرجع بقى طبعا يرجع وكله يشجع. ولكن احنا بنقول طالما في قانون اللي احنا بنتكلم فيه ده وده مهم جدا، نفسك تشوف فيه ايه في القانون يا استاذ؟ في القانون نفسك قانون الرياضه تشوف نفسي فيه انا عايز اشوف حاجه واحده بس. نفسي اشوف في القانون ده ان البني ادم او الانسان يجد من خلاله مساحه يبدع منها ان هو يطلع طاقات وخبرات وامكانيات دون ان يتردد. القوانين معموله عشان تتجرب ومعموله عشان تتعدل، والدول المتحضره ما بتعملش قانون يقعد 40 سنه. سنه 75 الدول المتحضره بتعمل القانون سنتين وثلاثه وبتغيره. بالظبط، بيعدلوا في قوانينهم. بس احنا القانون 75 لازم سنه 75 ده القانون بتاعنا ده ماشي. فاحنا عايزين قانون نبدع من خلاله وندي حريه للناس ان هي تفكر من غير ما تخاف. ما نخافش من مساله ثغرات الناس بتتكلم عنها، ان انا اخش واعمل متوافق مع المواثيق الدوليه، مش كل شويه اقول لك هجمد هعمل. اديني فرصه ان انا ابدع من غير ما اخاف. دي القوانين. واشتغل من غير ما اخاف. واشتغل ونشتغل بالقانون ونقيمه بعد فتره. يعني مش هروح اعمل القانون واكتب على نفسي خلاص بقى خلصنا على اجربه، اقول ان القانون ده هجربه 3-4 سنين. طب ده ادعى اننا نبقى مستعجلين ولا نبقى هاديين شويه في القانون ده؟ لان طبعا كل مستعجل واحنا محتاجينه بشكل سريع، ولكن هل ادعى اننا نتريث شويه نذاكره كويس شوف عايزين ايه وطالبين ايه؟ القانون ده مش كلنا قعدنا فيه بالظبط، بس ما هو احنا مش عارفين ايه اللي راح. الناس اللي هتقعد ولجان الاستماع وهم هيجيبوا ناس طبعا اكيد يعني ليها خلفيه هتتعدل بعد الكلمات، هتتظبط المسائل دي كلها. وانا جاوبت على حضرتك قبل كده، هنعمل قانون ييسر لنا امورنا شويه. ده انت ما عندكش لوائح. عندك لجنه ثلاثيه بتدور العمليه التاريخيه ما عندكش. ما انتش عارف علاقات بين المؤسسات الرياضيه الدنيا ماشيه ازاي. عايزين قانون منظم للكلام ده كله. استاذ فتحي مش حاسين باللجنه الثلاثيه لان موجود فيها الطرف الاساسي هو مصري الدكتور حسن مصطفى. طبعا تخيل بقى حضرتك ان الطرف ده لو اجنبي، مش كانت قامت هوجه وقال لك بس هقول لك على حاجه، ده احنا برضو ايه ما حدش خد باله من البعد ده. بس انت معاك فتوه اسمه الدكتور حسن مصطفى، راجل فتوه. راجل فتوه وراجل ليه مكانته، يعني واخد بالك. يعني اقصد لو مش مصري موجود في مكانته ما كنا هنضرب. كان هيجي لك اجنبي بقى ويجي لك ويجي مع رئيس اللجنه الاولمبيه ووزير الرياضه وتحصل مشاكل. انما برضه من حسن حظك كده متفاهم الامور برضه. وراجل يعني ليه دوره الحقيقي وكل حاجه، لكن لازم يجي وقت الامور تمشي فيه بالشكل اللي هو الطبيعي التقليدي بقى. بالظبط. يعني المؤسسات الرياضيه ايه نظامها، ايه علاقتها، ايه تقييمها، ايه شغل كتير لازم يتعمل. الشغل الكتير ده اكيد لازم يتماشى مع مواثيق الاولمبيه والاتحادات الدوليه، وفي الحاله دي اي قضيه مش هقول لك بقى تعالى لي وروح لي، ما هي عندك نفس اللائحه. ايوه انت هتتصرف عليها، وزي ما قلت لحضرتك او حضرتك قلت المحكمه كمان الرياضيه اللي هتؤكد ده. كل ده حضرتك شوفه يخلص في قد ايه؟ لو عايزينه يخلص المهندس فرج عامر اتكلم كلام كويس قوي وقال لك ان احنا محتاجين حتى كرياضيين واعلام رياضي طبعا ان احنا ندفع في الاتجاه ان القانون يخلص. لو اشتغلنا كده ودفعنا كده اعتقد انه بالفعل ما اعتقدش بقى نلحق قبل دوره الالعاب. تصدق ما نلحقش قبل دوره الالعاب. صعب. تصدق صعب. يعني طب يعني انا مش هقول يعني يسلقوا لنا القانون، لكن يعني يسرعوا بيه شويه. نسرع ولكن بتركيز. اصل انت عارف الانتخابات هتتم بعد الدوره الاولمبيه كلها. بالظبط. طب هتتم على اي اساس؟ عارف اللي هيحصل؟ مأساة هتتأجل. وهي مؤجله بقى لها مده. وهي مؤجله. لا اما نسلق. احنا مش هنسلق ولا حاجه، ما احنا القانون ده درسناه كتير واحنا كلنا اتكلمنا فيه وساهمنا فيه وقعدنا فيه.
نحاول فعلا انه يخلص قبل الدوره الاولمبيه، وبعد الدوره الاولمبيه تجري انتخابات على اساسه. لا، في امل. لو عايزين هنلحق. في امل، بس احنا شايفين برضه في اهتمام. يعني انا ملاحظ ان كله مهتم، عايزين نخلص، عايزين ننجز. اصل الكارثه ايه؟ هو هيخلص في لجنه الشباب ولجنه الاستماع، يخش عند البرلمان بقى. ها؟ تمام. لازم بقى ان يعني البرلمان بقى يتلحلح شويه، يقدر المسؤوليه شويه، ما ياخدش في وقت كتير. وانا قلت لك من شويه هنمشي القانون وهنجربه. ده طبيعي جدا في كل الدنيا. مش دستور، ده حتى في دول بتعدل دساتيرها حسب حاجتها. احنا شفنا امريكا وشفنا روسيا مع الارهاب لما زاد عدلوا كتير في دساتيرهم وفق قوانينهم. طبعا. بيجيب مجلس الشعب الحق او مجلس النواب اشتغل عدل، ما بتاخدش مصلحه عامه. مصلحه عامه. مفيش حاجه اسمها بقى، وبالتالي نلحق. يمكن احنا كنا كلامنا ده طبعا كان ده احنا بالجاكيته الخضراء دي اتكلمنا فيه من بدري. سنه خضراء بقى طرحت اهي وربنا يكرم. بس فتح الدوري بقى، شايف الدوري بعد تأزم الاهلي امبارح وفوز الزمالك وتقليل عدد النقاط، هل لسه الدوري في الملعب؟ هل حسم النقاط بتقول ايه؟ الفتره الجايه بتقول ايه؟ تغيير الاجهزه الفنيه حضرتك اتكلمت عليه، شايف الفتره الجايه ازاي؟ حضرتك بص لك على حاجه، الفرق اللي نزلت يعني انا قلت لك اسمين ثلاثه نازلين يعني. بطوله الدوري تكاد تكون حسمت، وانا قلت الكلام ده قلته اكتر من مره. يعني 11 نقطه او 8 نقط. المساله عايزه معجزه بالنسبه لنادي الزمالك. عايزه معجزه لنادي الزمالك. لانه مش هيلعب لنفسه بس، عايز يلعب لنفسه والفرق تلعب لصالحه. مش كده؟ بالظبط. ودي صعبه. الاهلي محتاج يلعب لنفسه بس. هنا المعادله بتبقى اسهل. وبعدين المشوار اللي جاي كلاهما سيفقد نقاطا يعني. ممكن الماتشات اللي جايه مش سهله. الماتشات اللي جايه مش سهله، وما عادش فيه فرق صغيره، والنتائج بتقول كده. الحاجه الثانيه انه عدم وجود الجمهور بقى. معظم الفرق بتطمع في الاهلي والزمالك، بتطمع. الطمع ده بيدي الفرق اللي هي يعني غير الاهلي والزمالك بتديله فرص ان هو يثبت نفسه ويتواجد بشكل يكبر نفسه. فيمكن الاثنين الاهلي والزمالك خسروا نقاط السنه دي كتير. بالظبط. وفاضل 8 مباريات هيخسروا، لكن بالحسابات النظريه والفلكيه والكلام اللي يقول لك ده، يقول لك الدوري في الملعب. انا بقول الدوري خلص. شايف برضه ان كده الدوري شكليا خلص؟ يعني انا بقول لك كلام يعني مش عايز فتاكه يعني. المساله مش بقول لك كلام بقول لك بالحسابات والنظريات والمش عارف ايه. يقول لك الدوري لسه، يقول لك الدوري لسه، لكن الزمالك غير مستقر فنيا بالشكل اللي يخليني اتاكد انه يكسب كل ماتشاته. بغض النظر بقى الاهلي يكسب ولا ما يخسرش، فريق ما يزال غير مستقر فنيا. طب ما هو الزمالك غير عدد من الاجهزه غير مستقر فنيا الموسم الماضي واخد دوري وكاس. غير مستقر. والاهلي رغم تقدمه بالثمان نقط وكانوا 11 قبل كده، لم يقنعني بان ده الاهلي بتاع الاهلي. لسه انت شايف انه مش شايف حاجه. انا مش شايف، انا شايفه سابق. لكن مش شايف النادي الاهلي اللي كنت بتفرج على كوره بستمتع بيها. يعني الاهلي سابق لانه معظم الفرق سيئه، هو احسنهم. مش كده؟ لكن صعب يبقى فيه تحول في ترتيب القمه ولا القاع. ولا القاع احنا قفلناها النهارده. القاع غلطان. ما ينفعش. قاع يعني عندك محله وحرس. المحله والحرس. وفي مباراه النهارده بين الشرطه والمقاولين، دي هتحسن يعني. دي وان كان انا من وجهه نظري مش هتغير برضه من المضمون كتير. مش هتغير من المضمون كتير. واللي جاي هيثبت كتير من المواقف اللي بتكلم عنها. مش عايز اتكلم كلام نظري او كلام يحمل لف ودوران. الدوري خلص ومساله الهبوط فاضل فريق واحد مع الفرقتين. مدربين الاجانب في الدوري ما حدش اقنعني فيهم خالص. لسه خالص. شايف ان انت الفتره لا ما شفتش حد يا بيه. ما اقنعنيش حد يعني ما طب واللاعبين الاجانب؟ في بعض اللعيبه الاجانب كويسين يعني، في، لكن
يعني ايفونا عمل شغل حلو قوي في فتره مع زيزو، وجاب جون تاريخي في الزمالك، وانا قلت ان ده يعني هو قال لك اللي انا عندي ان انا رمى عندي بياضه. ما في ما ايفونا انطوي في كل عام وانتم بخير. الراجل من ساعه ما جه ما شمهاش. تبص على الزمالك هتلاقي مايوكا ده مش داخل دماغي. معروف يوسف بدأ كويس، وبعدين في حدود معينه ما مش مديني يعني يمكن كوفي مقاتل كويس، مدافع صد يعني فارق معايا. الاسماعيلي برضو ما فيهوش حد جامد قوي. يمكن عاجبني، لا يمكن عاجبني بس يعني الاثنين بتوع دجله كويسين. ملوده وجونيور. اه ملوده يمكن الناس كتير قالت ده جاي خلاص، ده مبطل، ده ده جاي هو سياحه. لا، لعيب مميز قوي قوي. لعيب مميز جدا، وصانع العاب كويس، وراجل خبره لكن اللعيبه الاجانب في مصر بيهبروا بلا رحمه. واخد بالك؟ لكن مش حاسين. والشيء المؤلم بالنسبه لي انا شخصيا ان مش لاقيهم في الاهلي والزمالك بشكل واضح. طب اللعيبه بقى المصريه اللي بتحترف في الدوريات الاوروبيه واللي ظهر عندنا الفتره اللي فاتت، محمد صلاح والنني، تجربتين من النجاح من العيار التقيل قوي من خلال هذا الدوري اللي فيه كل المشاكل دي، مطلع اتنين من النماذج المشرفه قوي واللي عامله حاله في الكره العالميه. دول مش طالعين من الدوري سعادتك، طالعين من المقاولين. طالعين من المقاولين. ما لهمش علاقه بالدوري. طالعين صغيرين. اللي طلع من الدوري عندنا كهربا، رامي ربيعه، احمد حجازي، مجموعه كده شله البرتغال دي. واخد بالك؟ راحوا ركبوا الطياره واتفسحوا وجم ورجعوا. واخد بالك؟ ايه ده ليه ده؟ ايه طيب؟ يعني كل الهدف واسماء تانية كتير انا مش. لا، ما البرتغال كانت شروه كبيره. شروه كبيره، ويرجع كهربا ويرجع. وشيكابالا راح عمل جو حلو هناك ورجع الراجل. كان رايح نادي كبير جدا يعني سبورتنج لشبونه. طبعا. شيء بشع يعني، شيء مش لطيف للاعب المصري ان هم يسافروا ويرجعوا يعني. فتجربه النني ومحمد صلاح دول متربيين جوه نادي المقاولين، مهندس شريف حبيب عمل شويه حاجات كده، طلعوا من مقاولين صغيرين، عندهم قناعه شخصيه، عندهم تربيه كويسه، عندهم طموح. واخد بالك؟ مين تاني نجح؟ مش كله رجع ولا مين؟ المحمدي بتقيمه المحمدي موجود. انا شايف تجربه المحمدي يعني ما امتعتنيش. ممكن تكون بالنسبه له هو تجربه ناجحه، لكن بالنسبه لي ما علمتش معايا. ليه؟ لانه ما ادانيش حاجه في مصر اولا بالنسبه للمنتخب، دي حاجه. نمره اتنين برضو نادي التواجد، يعني بتتكلم عن لعيب محترف، بتتكلم على رياض محرز مثلا يعني. تمام. يعني اقول لك ان انا قاعد مبهور لما اتفرج عليه، مذعور بكل ما يمسك كوره، مبسوط ومنتشي بلعيب جزائري من ناس محترمه. هذا الكلام احسن لاعب في انجلترا. لكن هتقول لي اول لاعب عربي وافريقي، مش كده؟ طبعا. مبدع جبار، لاعب كويس قوي. فاحنا عندنا حمودي كان راح وبازل ورجع. فاحنا بعد احنا نحن فاشلون في الاحتراف. واذا كنت هتكلم عن تجربه عمر جابر، فممكن عمر جابر يكون من عينه النني ومحمد صلاح. ممكن يكون من عينتهم، اللي هو الملتزم اللي ممكن كذا كذا. ولو فشل عمر جابر يعني هتبقى صدمه كبيره جدا جدا بالنسبه لي، والناس كتير جدا جدا شايفه ان هو كان احسن لاعب السنه اللي فاتت في مصر ولاعب مميز. احنا ما بنربيش حد عشان يحترف. وانديتنا بتدللهم اول ما تشم حد. احنا ما لسه بدري عليه. مش الاحترافيه الكامله في الموضوع ده. شايف يعني. طب صلاح بقى شايفه ازاي؟ صلاح شايفه، والنني شايفه ازاي؟ انا شايف صلاح يعني هياخد تاني. هيشتغل اكتر. اعتقد ان هو عنده طموح اكتر، عنده حسابات خاصه بينه وبين نفسه ان هو ينمي قدراته اكتر. ان هو لو عمل كده هنشوفه مع رياض محرز في ريال مدريد او برشلونه. يعني انا رياض محرز شايفه رايح في سكه، ماشي في سكه ارجو ان صلاح يمشي فيها. واخد بالك؟ والجزائريين منضبطين وملتزمين احترافيا طول عمرهم يعني. طبعا. فانا ارجو ان صلاح يمشي في نفس السكه. هنشوف الاثنين ان شاء الله في ناديين كبار. النني يعني كويس انه عامل شغل حلو في الارسنال يعني.
افضل لاعب في شهر مارس في الارسنال، وافضل لاعب في شهر ابريل. فارقامه مفاجاه، حاجات حلوه يعني ما يحسسكش ان هو موجود وبالارقام موجود. يعني وبعدين ان شاء الله لما المنتخب بتاعنا يقف على رجليه بشكل كويس ونشوف لعيبه، عندنا لعيبه كويسه جدا. عندنا رمضان صبحي ده ممكن يبقى زي الناس دي لو سافر، بس عايز يمسك نفسه كويس الاول. مسلم من مصر هنا يظبط كويس. مصطفى فتحي لعيب من اللعيبه ممتازه جدا. حمودي من اللعيبه اللي مش تلاقيهم في الاهلي والزمالك بشكل واضح. طب اللعيبه بقى المصريه اللي بتحترف في الدوريات الاوروبيه واللي ظهر عندنا الفتره اللي فاتت، محمد صلاح والنني، تجربتين من النجاح من العيار التقيل قوي. من خلال هذا الدوري اللي فيه كل المشاكل دي مطلع 2 من النماذج المشرفه قوي واللي عامله حاله في الكره العالميه. دول مش طالعين من الدوري سعادتك، طالعين من المقاولين. طالعين من المقاولين. ما لهمش علاقه بالدوري. طالعين صغيرين. اللي طلع من الدوري عندنا كهربا، رامي ربيعه، احمد حجازي، مجموعه كده شله البرتغال دي. واخد بالك، راحوا ركبوا الطياره واتفسحوا وجم ورجعوا. واخد بالك ايه ده بيه ده؟ ايه طيب؟ يعني كل الهدف واسماء ثانيه كتير انا مش. لا، ما البرتغال كانت شروه كبيره. كانت شروه كبيره، ويرجع كهربا ويرجع وشيكابالا راح عمل جو حلو هناك ورجع الراجل. كان رايح نادي كبير جدا يعني سبورتنج لشبونه. طبعا. شيء بشع يعني، شيء مش لطيف من اللاعب المصري ان هم يسافروا ويرجعوا يعني. فتجربه النني ومحمد صلاح دول متربيين جوه نادي المقاولين، وادي الشريف حبيب عمل شويه حاجات كده، طلعوا من المقاولين صغيرين، عندهم قناعه شخصيه، عندهم تربيه كويسه، عندهم طموح. واخد بالك؟ مين تاني نجح؟ مش كله رجع ولا مين؟ المحمدي بتقيمه؟ المحمدي موجود. انا شايف تجربه المحمدي يعني ما امتعتنيش. ممكن تكون بالنسبه له هو تجربه ناجحه، لكن بالنسبه لي ما علمتش معايا. ليه؟ لانه ما ادانيش حاجه في مصر اولا بالنسبه للمنتخب، دي حاجه. نمره 2 برضو نادي التواجد، يعني بتتكلم عن لعيب محترف، بتتكلم على رياض محرز مثلا يعني. تمام. يعني اقول لك ان انا قاعد مبهور لما اتفرج عليه، مذعور بكل ما يمسك كوره، مبسوط ومنتشي بلعيب جزائري من ناس محترمه. هذا الكلام احسن لاعب في انجلترا. لكن هتقول لي اول لاعب عربي وافريقي، مش كده؟ طبعا. مبدع جبار، لاعب كويس قوي. فاحنا عندنا حمودي كان راح وبازل ورجع. احنا نحن فاشلون في الاحتراف. واذا كنت هتكلم عن تجربه عمر جابر، فممكن عمر جابر يكون من عينه النني ومحمد صلاح. ممكن يكون من عينتهم، اللي هو الملتزم اللي ممكن كذا كذا. ولو فشل عمر جابر يعني هتبقى صدمه كبيره جدا جدا بالنسبه لي، والناس كتير جدا جدا شايفه ان هو كان احسن لاعب السنه اللي فاتت في مصر ولاعب مميز. احنا ما بنربيش حد عشان يحترف. وانديتنا بتدللهم اول ما قالش كده يا جماعه، قال الجماهير الطبيعيه، وكانت الصوره حتى على القطس قال الجماهير الطبيعيه اللي بتشجع بطبيعيه، ما قصدش حد بعينه عشان يبقى الكلام واضح ومعروف. معلش اسراء كتبتها كده بشكل تاني خالص. لا انا بقول انه الجمهور اللي كان موجود لما هيرجع الملاعب هو الاغلبيه. بالظبط. المدرجات هتتظبط فيها مين بقى؟ بالظبط. فيها شويه قطر صغيرين ماشي، موجودين بكثافه، اهلا وسهلا، بالظبط، مفيش مشكله. لكن يرجع الجمهور بطبيعه الجمهور، الشكل اللي احنا شفناه. الاسره اعرضه لنا تاني يا سيدي. الاسره اللي كانت بتروح الملاعب من غير ما يكون معاها راجل. بالظبط. ده الجمهور اللي كان محل الملاعب، اللي كان مديله الاحترام، مش كده؟ بالظبط. لكن ما يرجع وكله يرجع بقى طبعا يرجع وكله يشجع. ولكن احنا بنقول طالما في قانون اللي احنا بنتكلم فيه ده وده مهم جدا، نفسك تشوف في ايه في القانون يا استاذ؟ في القانون نفسك قانون الرياضه تشوف نفسي انا عايز اشوف في حاجه واحده بس. نفسي اشوف في القانون ده ان البني ادم او الانسان يجد من خلاله مساحه يبدع منها ان هو يطلع طاقات وخبرات وامكانيات دون ان يتردد. القوانين معموله عشان تتجرب ومعموله عشان تتعدل، والدول المتحضره ما بتعملش قانون يقعد 40 سنه. سنه 75 الدول المتحضره بتعمل القانون سنتين و3 وبتغيره. بالظبط. بيعدلوا في قوانينهم. بس احنا القانون 75 رقم 75 سنه 75 ده القانون بتاعنا ده ماشي. فاحنا عايزين قانون نبدع من خلاله وندي حريه للناس ان هي تفكر من غير ما تخاف.
ما نخافش من مساله ثغرات الناس بتتكلم عنها ان انا اخش واعمل. متوافق مع المواثيق الدوليه، مش كل شويه اقول لك هجمد هعمل. اديني فرصه ان انا ابدع من غير ما اخاف. دي القوانين. واشتغل من غير ما اخاف. واشتغل ونشتغل بالقانون ونقيمه بعد فتره. يعني مش هروح اعمل القانون واكتب على نفسي خلاص بقى خلصنا على اجربه، اقول ان القانون ده هجربه 3-4 سنين. طب ده ادعى اننا نبقى مستعجلين ولا نبقى هاديين شويه في القانون ده؟ لان طبعا كل مستعجل واحنا محتاجينه بشكل سريع، ولكن هل ادعى اننا نتريث شويه نذاكره كويس شوف عايزين ايه وطالبين ايه؟ القانون ده مش كلنا قعدنا فيه بالظبط، بس ما هو احنا مش عارفين ايه اللي راح. الناس اللي هتقعد ولجان الاستماع وهم هيجيبوا ناس طبعا اكيد يعني ليها خلفيه هتتعدل بعد الكلمات، هتتظبط المسائل دي كلها. وانا جاوبت على حضرتك قبل كده هنعمل قانون ييسر لنا امورنا شويه. ده انت ما عندكش لوائح. عندك لجنه ثلاثيه بتدور العمليه التاريخيه ما عندكش. ما انتش عارف علاقات بين المؤسسات الرياضيه الدنيا ماشيه ازاي. عايزين قانون منظم للكلام احنا ده كله. استاذ فتحي مش حاسين باللجنه الثلاثيه لان موجود فيها الطرف الاساسي هو مصري الدكتور حسن مصطفى. طبعا. تخيل بقى حضرتك ان الطرف ده لو اجنبي مش كانت قامت هوجه وقال لك بس هقول لك على حاجه. ده احنا برضو ايه ما حدش خد باله من البعد ده. بس انت معاك فتوه اسمه الدكتور حسن مصطفى، راجل فتوه. راجل فتوه وراجل ليه مكانته يعني، واخد بالك؟ يعني اقصد لو مش مصري موجود في مكانته ما كنا هنضرب. كان هيجي لك اجنبي بقى ويجي لك ويجي مع رئيس اللجنه الاولمبيه ووزير الرياضه وتحصل مشاكل. انما برضو من حسن حظك كده متفاهم الامور برضو. هو راجل يعني ليه دوره الحقيقي وكل حاجه، لكن لازم يجي وقت الامور تمشي فيه بالشكل اللي هو الطبيعي التقليدي بقى. بالظبط. يعني المؤسسات الرياضيه ايه، نظامها ايه، علاقتها ايه، تقييمها ايه، شغل كتير لازم يتعمل. الشغل الكتير ده اكيد لازم يتماشى مع مواثيق الاولمبيه والاتحادات الدوليه، وفي الحاله دي اي قضيه مش هقول لك بقى تعالى لي وروح لي، ما هي عندك نفس اللائحه. ايوه انت هتتصرف عليها، وزي ما قلت لحضرتك او حضرتك قلت المحكمه كمان الرياضيه اللي هتاكد ده. كل ده حضرتك شوف يخلص في قد ايه؟ لو عايزينه يخلص المهندس فرج عامر اتكلم كلام كويس قوي وقال لك ان احنا محتاجين حتى كرياضيين واعلام رياضي طبعا ان احنا ندفع في الاتجاه ان القانون يخلص. لو اشتغلنا كده ودفعنا كده اعتقد انه بالفعل ما اعتقدش بقى نلحق قبل دوره الالعاب. تصدق ما نلحقش قبل دوره الالعاب؟ صعب. تصدق صعب. يعني طب يعني انا مش هقول يعني يسلقوا لنا القانون، لكن يعني يسرعوا بيه شويه. نسرع ولكن بتركيز. اصل انت عارف الانتخابات هتتم بعد الدوره الاولمبيه كلها. بالظبط. طب هتتم على اي اساس؟ عارف اللي هيحصل؟ مأساة هتتأجل. وهي مؤجله بقى لها مده. وهي مؤجله. لا اما نسلق. احنا مش هنسلق ولا حاجه، ما احنا القانون ده درسناه كتير واحنا كلنا اتكلمنا فيه وساهمنا فيه وقعدنا فيه. نحاول فعلا انه يخلص قبل الدوره الاولمبيه، وبعد الدوره الاولمبيه تجري الانتخابات على اساسه. لا في امل. لو عايزين هنلحق. في امل، بس احنا شايفين برضه في اهتمام. يعني ملاحظ ان كله مهتم، عايزين نخلص عايزين ننجز. اصل الكارثه ايه؟ هو هيخلص في لجنه الشباب ولجنه الاستماع، يخش عند البرلمان بقى. تمام. لازم بقى ان يعني البرلمان بقى يتلحلح شويه، يقدر المسؤوليه شويه، ما ياخدش في وقت كتير. وانا قلت لك من شويه الدوري لسه، لكن الزمالك غير مستقر فنيا بالشكل اللي يخليني اتاكد انه يكسب كل ماتشاته. بغض النظر بقى الاهلي يكسب ولا ما يخسرش، فريق ما يزال غير مستقر فنيا. طب ما هو الزمالك غير عدد من الاجهزه غير مستقر فنيا الموسم الماضي واخد دوري وكاس. غير مستقر. والاهلي رغم تقدمه بالثمان نقط وكانوا 11 قبل كده لم يقنعني بان ده الاهلي بتاع الاهلي. لسه انت شايف انه مش شايف حاجه. انا مش شايف، انا شايفه سابق. لكن مش شايف النادي الاهلي اللي كنت بتفرج على كوره بستمتع بيها. يعني الاهلي سابق لانه معظم الفرق سيئه، هو احسنهم، مش كده؟ لكن صعب يبقى فيه تحول في ترتيب القمه ولا القاع. ولا القاع احنا قفلناها النهارده. القاع غلطان. ما ينفعش. قاع يعني عندك محله وحرس. المحله والحرس. وفي مباراه النهارده بين الشرطه والمقاولين، دي هتحسي يعني دي وان كان انا من وجهه نظري مش هتغير برضه من المضمون كتير. مش هتغير من المضمون كتير. واللي جاي هيثبت كتير من المواقف اللي بتكلم عنها. مش عايز اتكلم كلام نظري او كلام يحمل
لف ودوران. الدوري خلص ومساله الهبوط فاضل فريق واحد مع الفرقتين. مدربين الاجانب في الدوري ما حدش اقنعني فيهم خالص. لسه خالص. شايف ان انت الفتره لا ما شفتش حد يا بيه، ما اقنعنيش حد يعني ما شفت. طب واللاعبين الاجانب؟ في بعض اللعيبه الاجانب كويسين يعني، في لكن يعني ايفونا عمل شغل حلو قوي في فتره مع زيزو وجاب جون تاريخي في الزمالك، وانا قلت ان ده يعني هو قال لك اللي انا عندي ان انا رمى بياضه. ما في ما ايفون انطوي في كل عام وانتم بخير. الراجل من ساعه ما جه ما شمهاش. تبص على الزمالك هتلاقي مايوكا ده مش داخل دماغي. معروف يوسف بدأ كويس وبعدين في حدود معينه ما مش مديني يعني يمكن كوفي مقاتل كويس مدافع صد يعني فرق معايا. الاسماعيلي برضو ما فيهوش حد جامد قوي. يمكن عاجبني، لا يمكن عاجبني بس يعني الاثنين بتوع دجله كويسين. ملوده وجونيور. ملوده يمكن الناس كتير قالت ده جاي خلاص ده مبطل ده جاي سياحه. لا لعيب مميز قوي قوي، لعيب مميز جدا وصانع العاب كويس وراجل خبره لكن اللعيبه الاجانب في مصر بيهبلوا بلا رحمه. واخد بالك؟ لكن مش حاسين. والشيء المؤلم بالنسبه لي انا شخصيا هنمشي القانون وهنجربه، ده طبيعي جدا في كل الدنيا. مش دستور، ده حتى في دول بتعدل دساتيرها حسب حاجتها. احنا شفنا امريكا وشفنا روسيا مع الارهاب لما زاد عدلوا كتير في دساتيرهم وفق قوانينهم. طبعا بيجيب مجلس الشعب الحق او مجلس النواب اشتغل عدل ما بتاخدش مصلحه عامه. مصلحه عامه مفيش حاجه اسمها بقى، وبالتالي نلحق. يمكن احنا كنا كلامنا ده طبعا كان ده احنا بالجاكيته الخضراء دي اتكلمنا فيه من بدري. سنه خضراء بقى طرحت اهي وربنا يكرم. بس فتح الدوري بقى، شايف الدوري بعد تأزم الاهلي امبارح وفوز الزمالك وتقليل عدد النقاط، هل لسه الدوري في الملعب؟ هل حسم النقاط بتقول ايه؟ الفتره الجايه بتقول ايه؟ تغيير الاجهزه الفنيه حضرتك اتكلمت عليه، شايف الفتره الجايه ازاي؟ حضرتك بص لك على حاجه، الفرق اللي نزلت يعني انا قلت لك اسمين ثلاثه نازلين يعني. بطوله الدوري تكاد تكون حسمت، وانا قلت الكلام ده قلته اكتر من مره يعني. 11 نقطه او 8 نقط. المساله عايزه معجزه بالنسبه لنادي الزمالك. عايزه معجزه لنادي الزمالك. لانه مش هيلعب لنفسه بس، عايز يلعب لنفسه والفرق تلعب لصالحه. مش كده؟ بالظبط. ودي صعبه. الاهلي محتاج يلعب لنفسه بس. هنا المعادله بتبقى اسهل. وبعدين المشوار اللي جاي كلاهما سيفقد نقاطا يعني. ممكن الماتشات اللي جايه مش سهله. الماتشات اللي جايه مش سهله وما عادش فيه فرق صغيره والنتائج بتقول كده. الحاجه الثانيه انه عدم وجود الجمهور بقى معظم الفرق بتطمع في الاهلي والزمالك بتطمع. الطمع ده بيدي الفرق اللي هي يعني غير الاهلي والزمالك بتديله فرص ان هو يثبت نفسه ويتواجد بشكل يكبر نفسه. فيمكن الاثنين الاهلي والزمالك خسروا نقاط السنه دي كتير. بالظبط. وفاضل 8 مباريات هيخسروا، لكن بالحسابات النظريه والفلكيه والكلام اللي يقول لك ده يقول لك الدوري في الملعب. انا بقول الدوري خلص. شايف برضه ان كده الدوري شكليا خلص؟ يعني انا بقول لك كلام يعني مش عايز فتاكه يعني. المساله مش بقول لك كلام بقول لك بالحسابات والنظريات والمش عارف ايه. يقول لك الدوري لسه